جرائها سلام يا ربيعي. مغلب ليه إدارة الأهلي في موضوع التجديد بتاعك ده؟ وكل ما يقولوا لك على مبلغ ما توافقش وتقول عايز أكتر. يا أخي ارضى بالقليل وربنا يبارك لك فيه. يا عم ما انت ديك شايف الغلا اللي احنا فيه، والاسعار بقت مولعه نار. ده انا نزلت السوق علشان اشتري كيلو ليمون علشان نخلله. لقيت الراجل بيقول لي ب 100 جنيه. قلت له خلاص اديني ب 10 جنيه. لقيته مديني 3 ليمونات، الليمونه قد البليايه. لا يا ربيعي، ده كده الراجل ده ضحك عليك. ده أنا جبت الخمس ليمونات ب 10 جنيه والليمونة قد الطماطماية. وبعدين سيبك من الليمون والبتنجان. دلوقتي أنا عايز أعرف أنت لابس ليه فلنة الزمالك دي؟ اصل بتوع الزمالك كلموني وقالوا لي سيبك من الاهلي وتعال عندنا، واللي انت عايزه هتاخده وزياده. دول كمان قالوا لي انهم عندهم نظام جديد اسمه الشيكات المفتوحه. بقول لك ايه، ما تعرفش ايه الشيكات المفتوحه دي؟ بص يا سيدي، الشيكات المفتوحة دي يعني يدوك بنات كده وتروح تشتري بيها من أي مكان. يعني تروح بيها السوق، تروح للحلاق، مطعم، عيادة الدكتور. وأول ما تيجي تحاسب تروح مطلع له البن ده وتقول له أنا تبع الزمالك قسم الشيكات المفتوحة. يروحوا ساحبينك على قسم الشرطة على طول. يعني كمان مش همسك فلوس في ايدي وهيودوني القسم؟ يعني هما كده بيضحكوا عليا. ماشي يا بتوع الزمالك. طب بقول لك ايه، انت ايه رايك؟ اطلع على بيراميدز ودول فلوسهم حضره وكتيره، ولا اطلع على الخليج واقضيها بقى كبسه ومندي وسنتين ثلاثه وارجع؟ يا سرامي اسمع مني، ولا تروح بيراميدز ولا تروح الخليج. عمر الفلوس ما بتشتري بطولات. خليك انت في الاهلي. وبعدين دول عارضين عليك 56 مليون في موسمين، يعني هتكفيك وزياده. داني شغال اليوميه بتاعتي ب 56 جنيه وبقول الحمد لله. وربك كريم وبيبارك في الحاجه. ونعم بالله. هو انت كلامك صح وموزون، بس برضه انا عايزه اتعامل فئه اولى زي امام عاشور وبن شرقي والشناوي. انا مش اقل منهم. ده ال 56 مليون اللي انا هاخدها في سنتين دي، الواد امام عاشور بياخدها في شهرين. اصلا انا بيني ما بينك مشيت وراه في مره وهو رايح يسحب فلوس من المكنه، ولقيت الرصيد نازل بالمبلغ ده. اقعد انت امشي ورا الناس كده وما تركزش في التدريبات ولا في المباريات. وتقعد بقى تعمل في فاولات وضربات جزاء للاهلي. وبعدين انت راجل مدافع، انما امام عاشور راجل صانع لعب وبيجيب جوان كتير. ده بينافس على هداف الدوري السنه دي. عمرك انت في حياتك خدت هداف الدوري؟ الصراحة لا، عمرها ما حصلت. بس لو انت هتتكلم من ناحية الجوان، فإذا كان إمام عاشور بيجيب جوان، فأنا بطلع الجوان اللي بتبقى هتيجي فينا. يعني دي زي دي. ولو على صناعة اللعب، ما أنا بطلع بالهجمة من عند ال 18 بتاعتنا لحد ما أوصلها لنص الملعب، وهم بيوصلوها للمهاجمين. يا عم ربيعي، هو انت شغال طيار دليفري توصل وما توصلش؟ وبعدين خلي بالك ما تقعدش تماطل مع بتوع الاهلي علشان دول خلقهم ضيق. ومره واحده هتلاقوهم بيقولوا لك مع السلامه. وانا يا سيدي من ناحيتي هكلم لك بتوع التعاقدات يزودوك 13,000 على ال 56 مليون. مرضى كده يا سي ربيعي؟ لا تمام، ده كده عنب قوي. خلاص، أنا هتوكل على الله وهجدد للأهلي، وعلى رأي المثل، اللي يسيب الأهلي عشان الفلوس يعيش باقي حياته متعوس. طب بقول لك ايه، معلش اخر طلب يعني. انا بعمل عمره للعربيه في السبتيه، ينفع تكلمهم يساهموا معايا في العمره دي؟ وماله يا سرامي، وكمان بالمره ندفع لك مصاريف المدرسه بتاعت العيال. بقول لك ايه، انا ماشي سلام. انت حكايتك مش نافعه، خليك في الزمالك ولا روح بيراميدز احسن.